الا كتقلبي على اسهل واسرع تحليه تقدري تجربي فاجي معايا وجدي. هذه كتجي رائعه كريميه، واهم حاجه يعني كتشبع وكدوز لكم النهار زوين. دوزوا معايا المقادير والطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي نبداو بها، غادي تاخذوا كاسرول غادي ديروا فيها نص لتر ديال الحليب، غادي نضيف عليه 2 معالق كبار ديال السكر. بالنسبه للسكر كيبقى حسب الذوق. غادي نزيد عليهم فلون كراميل و2 معالق كبار ديال النشا، وغادي نخلطهم مزيان على البارد وعلى نار اللي تكون مهيله، مع التحريك المستمر حتى كيعقد لينا الخليط ديالنا واحد شويه. صافي من بعد غادي نصبو هكا في الكؤوس ديالي، وغادي نعمرهم غير للنص، يعني ما غاديش نعمر الكاس كامل. غادي ناخذ نص لتر ديال عصير البرتقال، غنضيف عليه فلون عادي. بالنسبه انا اكتفيت غير بالحلاوه ديالو، نتوما تقدروا تزيدوا السكر الا بغيتوا في هذه المرحله، وعلى نار مهيله حتى كتطلع فيه الغليه. من بعد ما بردوا ليا شويه الكويسات وديك الكريمه الاولى شدت راسها، غادي نبدا نضيف في داك الفواكه ديالي على هذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. بالنسبه للفواكه اي فاكهه كانت عندكم تقدروا تضيفوها، انا درت البنان الفريز وكيوي، نتوما اي حاجه كانت متوفره عندكم ضيفوها. صافي غادي نديروا الخليط ديال العصير والفلو من الفوق ديال الفواكه ديالنا، وغادي نخليهم حتى كيبردوا وكيشدوا راسهم مزيان. وهذه هي الشكل النهائي ديالهم، كيجيو رائعين، كيجي القوام ديالهم كريمي ولذيذ. الى اللقاء في الفيديو الجاي، وما تنساونيش من قليباتكم.